ازيكم يا حلوين؟ احنا النهاردة في خروجة تجنن. احنا في معرض تماثيل الحيوانات، وقبل ما تتفرجوا على الفيديو لازم تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو انتم مشتركين اصلا من زمان ياريت تلغوا الاشتراك القديم وتشتركوا تاني من اول وجديد علشان الاشعارات تجيلكم تاني. انا فرحانة قوي ان احنا جينا المكان ده، شكله تحفة. وانا كمان فرحان، احنا اول مرة نيجي المكان ده. ياه، بس المكان شكله زحمة قوي، بس شكله تحفة. بس مش عارفة بصراحة اعمل ايه، هنبدأ الرحلة دي ازاي؟ احنا محتاسين جدا. ماما، في راجل بتاع امن هناك، روحي اسأليه. فعلا يا سوري، هروح اسأله. لو سمحت يا فندم، احنا كنا حاجزين 3 تذاكر للمكان هنا، بس مش عارفين نبتدي ازاي. الأول يا فندم، علشان نعرف ان حضرتك حاجزة بتروحي تقولي الاسم اللي انتوا حجزتوا بيه عند الجهاز الآلي اللي هناك دوت، ولو زمر يبقى حضرتك كده فعلا حاجزة. الجهاز ده شكله غريب قوي. يا ترى فايدته ايه؟ بتاع الامن يا ولاد قال لي ان انا اقول الاسم اللي حجزنا بيه قدام الجهاز دوت، ولو زمر يبقى احنا كده حاجزين فعلا. زينة، زمر يا ماما. لو سمحت يا فندم، الجهاز الآلي بتاعكم زمر اول ما قلت اسمي، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايوه يا فندم، كده يبقى الحجز بتاع حضرتك سليم. ثانية واحدة هنده لكم مرشد سياحي علشان يشرح لكم كل حيوان القصة بتاعته ايه، لان كل تمثال هنا عندنا ليه قصة. يحيى، يلا يا يحيى، عندك هنا شغل، في ناس لسه واصلة حالا. تمام، أنا جاهز. أهلا وسهلا يا فندم، معكم المرشد يحيى، سوف أكون معكم في هذه الرحلة. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا عمو؟ أهلا بكم يا فندم، اتفضلوا معايا هناك علشان نبدأ الحيوانات بالترتيب. يلا نبدأ. ومعانا هنا أول تمثال، طبعا زي ما انتوا شايفين ده سنجاب، ودي كمان سنجاب ست، بس بنتها الصغيرة تايهة منها، وهي واقفة هنا دلوقتي بتنادي على بنتها اللي اسمها كيتي، وبتقول يا كيتي يا كيتي أين أنت يا كيتي. يا عيني، اول قصة كده حزينة. يا رب تلاقي بنتها كيتي. في القصة اللي بعدها بقى شايفين الكلب الصغير ده ماسك في ديل الفيل اللي قدامه، فاكره أكل، وطول الوقت حاطه ببقه علشان ياكل، لكن للأسف ما يتاكلش. يا خبر. طيب ليه الفيل ما بيقولوش ان ده ديله؟ عشان الفيل اللي قدامه ده دايما مشغول في التفكير، وحاطط في مخه ان الخرطيط اللي قدامه ده اكبر منه في الحجم، ودايما يقول انا الفيل ابو زلومة، المفروض ابقى اكبر حيوان في الغابة. ما تزعلش يا فيل، انت فعلا اكبر منه. فعلا الخرطيط اصغر منه، بس الفيل دايما حاطط في مخه الفكرة الغلط دي. هو احنا ممكن نقعد عليه؟ ايوه، مفيش مشكلة، تقدروا تقعدوا على اي حيوان انتوا عايزينه، لانه تمثال مش حقيقي. وانا راكبة عليه حاسة انه حقيقي فعلا، وشكله كده اكبر من فيل. خلي بالك يا شيراز، لا الفيل يسمعك ويزعل منك. بهزر. يلا بينا على القصة اللي بعدها. شايفين طبعا كلنا الزرافة دي، كلكم فاكرينها بتاكل من الشجرة عادي، لكن الحقيقة مش كده خالص. امال هي بتعمل ايه؟ انا شايفاها بتاكل من الشجر عادي. وانا كمان شايفها بتاكل من الشجرة. بصراحة وانا لو ركزتم هتلاقوا على الشجرة في قرد صغير قوي، وهي ما كانتش بتاكل من الشجرة، هي كانت بتوشوش القرد ده وبتقوله اوعى تخاف يا قرد، وامسك كويس واوعى تقع. طيب والقرد ده كان خايف ليه؟ بصوا كده، شايفين في ايه تحت الشجرة الناحية التانية؟ نمر متوحش. يا خبر، صحيح ده شكله مرعب قوي. تعالوا قدام شوية علشان تشوفوه اكتر. ده شكله يخوف قوي. يا عيني يا قرد، انت صعبان عليا، اسمع كلام الزرافة وامسك كويس. ايوه، ده شرس جدا وفاتح بقه وناوي على اكل القرد. ايه ده؟ هي ايه السنجابة الصغننة دي؟ وليه واقفة لوحدها كده على جنب؟ شكلها حزينة. ايوه، ما هي دي كيتي. كيتي اللي كانت مامتها بتدور عليها؟
ايوه دي كيتي اللي كانت مامتها بتدور عليها في اول الرحلة خالص. شاطرة يا بنوتة، ذاكرتك قوية. طيب انا عايزة اروح لمامتها علشان اقول لها ان كيتي واقفة هنا. يا شيراز دي كل دي تماثيل. يلا بينا علشان نروح الجزء التاني. ودول بقى اكتر تمثالين متوحشين هنا. بصوا الاسد والنمر عاملين ازاي وهما متوحشين وفاتحين بقهم. ايوه ده شكلهم يخوف قوي. يا ترى كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا يا ترى مين اقوى من مين، وكانوا بيحاربوا بعض علشان يشوفوا مين اقوى. بصراحة شكلهم هما الاتنين قوي جدا. وتكملة القصة بقى، شايفين الاسد الصغير اللي هنا ده؟ ايوه شايفينه، ده ماله بقى؟ ده بقى اسد ضعيف جدا وجسمه صغير، وكمان بياكل اعشاب زي ما انتوا شايفين، وقاعد بيضحك عليهم علشان بيقول ان الاتنين الاقوياء دول هيموتوا بعض قريب من كتر قوتهم، وانا الضعيف هفضل عايش ومحدش هيعرف يأذيني. اما مخه غريب بشكل. ها مش عايزين بقى تقعدوا على اي حاجة من الوحوش دول؟ لا انا ممكن اقعد على الاسد الصغنن دوت الضعيف، مش عايزة انا القوي، بخاف منه. انا بقى بحب القوي، هروح اقعد على القوي اللي هناك. هنا بقى جزء الحيوانات الأليفة. زي ما انتم شايفين الحمار هنا مصاحب بطة، هو على طول مع بعض في كل مكان وفي كل حتة، هما الاتنين أصحاب جدا. ياه حاجة غريبة قوي ان حمار يصاحب بطة. والسمكة اللي هناك اللي محطوطة فوق دي دايما زعلانة وقاعدة بتفكر أنا إيه اللي جابني هنا وليه مش محطوطة في مية، أنا في مكان غلط أكيد. ايوه فعلا كان لازم يحطوها في ميه كده هتموت. وبالنسبة لبقى الغزلتين اللي هناك دول، زي ما انتم شايفين واحدة ملونة والتانية لأ. اللي مش متلونة زعلانة، واللي ملونة بتقول لها ما تقلقيش اما تكبري هتتلوني زيي، علشان وانا صغيرة كنت من غير الوان زيك كده بالظبط. يعني كانت بتساعدها وبتواسيها. انتم الاتنين شكلكم جميل قوي. ايوه انا حبيتكم. ودلوقتي جينا لآخر قصة عندنا. دلوقتي البقرة اللي هناك دي مزنوقة في المكان اللي انتوا شايفينه ونفسها تطلع، ودايما شغلة نفسها اطلع من هنا ازاي، اطلع من هنا ازاي. لكن الحصان اللي قدامها ده باصص لها وبيقول ما تنطي يا مدام، ايه المشكلة يعني، انا لو كنت مكانك كنت نطيت. الحصان فاكرها بتعرف تنط زيه. ودلوقتي كده يعتبر الحيوانات خلصوا كلهم. لا لسه في حصان هناك. ده الحصان المغرور كان فاكر نفسه بما انه يعني امور وملون هيبقى اهم حيوان في التماثيل هنا، وللاسف بقى اكتر حيوان بيتنسي زي ما كنت ناسيه من شويه، وبقى زعلان ومطي زي ما انتم شايفين بسبب غروره. طبعا الغرور وحش ودي نهايته. انا كده خلصت الجولة بتاعتي معاكم، تقدروا بقى تتفرجوا براحتكم من غير اي مساعدة من حد. مع السلامة. شكرا جدا لحضرتك، تعبت معانا قوي. ودلوقتي يا ولاد انتم ملاحظين ان انتم قعدتم على حيوانات وانا ما قعدتش على ولا حيوان. طب يلا يا ماما اختاري لك حيوان واقعدي عليه، يا ترى هتختاري ايه؟ طبعا انتوا عارفين دايما بختار الحيوانات الصعبة، انا هقعد على البقرة دي. بلاش يا ماما مش هتعرفي تخشي لها. هعملها اكيد. يا خبر، يا لهوي يا ماما هتخرجي ازاي دلوقتي؟ انا خسرت يا ولاد، هعمل ايه دلوقتي؟ طيبوني. يا اصحابي لو عجبكم الفيديو بتاعنا وكمان عايزين تتفرجوا على بقية الفيديوهات التانية الجميلة قوي 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 اللي هتعجبكم خالص ومثيرة، يبقى لازم الاول تعملوا لايك للفيديو دوت، وكمان لازم تشتركوا في القناة وتدوسوا على الزر الاحمر ده عشان تبقوا مشتركين، ولازم تتفرجوا علينا وكمان تفعلوا الجرس علشان كل الفيديوهات اللي ننزلها جديدة تجيلكم على طول وتبقوا من اصحابنا. يلا باي باي.